عمر المنطقه دي حاجه مهمه جدا، اغلب الناس ما بتتكلمش فيها، لان ده البند الوحيد اللي على اساسه هتاخد قرارك هتشتري في المنطقه دي ولا هتشتري في المنطقه دي. مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حد عارف لما عميل يساله اشتري في التجمع ولا اشتري في العاصمه، الاجابه دي بتكون منطقيه بناء على ايه؟ يعني هديكم مثال حي. انا معايا كلاينت بيقول لي اشتري في التجمع ولا بشتري في العاصمه، وسالني اشتري محل متاجر بمتوسط 8% عائد على الاستثمار في السنه ولا اروح العاصمه افضل لي. مع العلم على فكره ممكن ال 8% دي تكون مناسبه بالنسبه له، هي نسبه قليله لمحل مثلا ثمنه 20 مليون جنيه، بس هي ممكن تكون مناسبه جدا بالنسبه له. اختيارك لاي عقار بيكون مبني على مقومات ثابته ما بتتغيرش مهما حصل، زي البنيه التحتيه في المنطقه اللي احنا بنشتري فيها، والمحركات الاقتصاديه للمنطقه دي كمان من مشاريع مستدامه وشركات ومصانع ومدارس ومستشفيات. وتاني عامل مهم عشان تبدا تختار في المنطقه دي، عمر المنطقه دي حاجه مهمه جدا، اغلب الناس ما بتتكلمش فيها، لان ده البند الوحيد اللي على اساسه هتاخد قرارك هتشتري في المنطقه دي ولا هتشتري في المنطقه دي. خلينا نفهم العميل في البدايه ان العقار لازم يمر باربع مراحل عمريه: بدايه ونمو ونضج وشيخوخه، لان العقار متاثر بعمر المنطقه اللي هو فيها. طب انت دلوقتي بتسالني يا احمد اشتري في التجمع ولا اشتري في العاصمه بناء على عمر المنطقه ازاي؟ تعال ادي لك مثال. احنا مثلا عندنا مدينه نصر. مدينه نصر مدينه بدات 1960. ليه مدينه نصر؟ لان هي المدينه الوحيده اللي عدى عليها اكتر من 50 سنه، فتقدر تبص لها للنقطه دي، فعدت بالاربع مراحل دول. فكانت المدينه في بدايتها هنا في مرحله البدايه، تبدا المدينه تتطور اكتر فاكتر وتتزحم من السكان والشركات والمحلات والمولات، وتخش المدينه لمرحله النضج. وفي اواخر التسعينات طبعا المدينه اتزحمت جدا، فيبدا الناس تخرج منها لاقرب مدينه جديده ليها وهي القاهره الجديده، وتخرج مدينه نصر من مرحله النضج لمرحله الشيخوخه. بدات الناس تخرج من مدينه نصر للقاهره الجديده، والقاهره الجديده بدات 2003، وبرده تبدا المدينه تتطور اكتر فاكتر وتبدا تخرج من مرحله البدايه لمرحله النمو، وحاليا التجمع في مرحله النضج. وفي الوقت ده العاصمه الاداريه كانت في مرحله البدايه، وحاليا اللي بيشتري في العاصمه لسه في بدايه النمو. فالفرق اللي بيشتري ما بين التجمع وما بيشتري ما بين العاصمه هو بيشتري بس المراحل دي. هل هو هيشتري العاصمه الاداريه وهي لسه في البدايه وهياخد خير الاربع مراحل دول، ولا هيشتري في التجمع وهو عدى عليه مرحله والثانيه وهو في الثالثه وداخل على الرابعه؟ وده كله احنا بنسميه هجره راس المال. فانت لو بتشتري في التجمع فانت بتشتري منتج مكتمل في كل حاجه، وعلشان كده سعره بيكون اعلى. على العكس العاصمه الاداريه بتشتري رحله استثماريه بتنمو وقيمتها بتتضاعف مع الوقت. والاهم لو انت اشتريت في العاصمه الاداريه فانت بتشتري في اول مرحله، فبيعدي عليك الاربع مراحل كاملين، فبتاخد خير الرحله كلها من اولها لاخرها.